أهلا. اليوم راح أحكي على إنه ليش بالرغم من إنه سرعة اشتراكك عالية، بعض المواقع تصير بطيئة بالتحميل، بعض المواقع تصير بطيئة بالتصفح، بغض النظر عن إنه أنت ال- الخدمة اللي مشتريها بسعر عالي. بالبداية نحتاج نعرف شغلتين اللي هي الباندوث واللاتنسي. الباندوث إنه هو شقد حجم البيانات اللي تمشي خلال الثانية، واللاتنسي هو إنه شقد تطول الداتا على ما توصل للمكان اللي أنت طالبه، للسيرفرات اللي أنت تحتاج توصل لها. فبصيغة عامة نقدر نعطي مثال إنه اللاتنسي شقد تطول على ما توصل من بداية الطريق إلى نهاية الطريق. والباندوث هو إنه إيش كم سيارة تقدر تمشي بهذا الطريق. اللاتنسي هي إنه تقاس بالملي سكند، والباندوث هو ينقاس بالميجا بيتس بير سكند. فأنت حتى لو عندك مثلا نقطة إكس ونقطة واي، فممكن اتصال الداتا عن ما توصل نقطة واي تتأخر، والتحميل مع الصفحة يتأخر، لأن النقطة واي هي بعيدة عن المركز ماتك. فأنت حتى لو عندك سرعة اتصال عالية اللي هي مثلا 100 ميجا بيتس بير سكند، فهاي بس تقدر تقيس انه انت قد تقدر تحمل او ترسل بيانات خلال الثانية. 100 ميجا بايت ما راح تحدد انه الاتصال بين المكانين راح يكون اسرع او اقل. فمثلا الكونكشن بين نيويورك ولندن ياخذ 28 ملي سكند بالراحة. اذا تريد مثلا راحة ورجعة فراح تاخذ مثلا 56 ملي سكند. فاليوزر بصورة عامة ممكن في الموقع انت لما تطلب اي موقع مثل جوجل دوت كوم تقريبا حياخذ من 100 الى 200 ملي سكند. وهذا الشيء هو الطبيعي، خلينا نقول هو النتيجة المثالية. اكو مواقع تاخذ 300 ملي سكند، اكو مواقع تاخذ ثانية كاملة. واذا اخذت ثانية كاملة راح توضح كلش عند المستخدم انه الموقع بطيء مو مثل باقي المواقع، لان حسب فرق كلش كبير. ولأن الانترنت يستخدم كابل ضوئي، فهو سرعته 200 كيلومتر بالملي سكند. فإذا أنت عندك من مكان إلى ثاني، من بلد إلى ثاني فرق 1000 كيلومتر، فراح ياخذ عن ما يوصل له 5 ملي سكند. واللاتنسي ممكن يكون موضوع كلش حساس ومهم كلش في مواضيع مثلا الستوك ماركت، لان انت عندك بيع وشراء يصير على اجزاء من ملي سكندز. انه انت الشركة مالتك وعلى تنافس شركة ثانية، ومثلا في اي لحظة صار انه مثلا اكو دروب بالستوك او بالستوك برايس، فالناس تريد قبل تشتري او ناس تريد قبل تبيع. فعلى مود تشتري قبل شركة ثانية او ان تبيع قبل ما شركة ثانية تسوي، فتحتاج انه تكون كلش سريع. الكمبيوتر اللي قاعد يحكم هذا الشيء لازم يكون كلش سريع بهذه الشغلة. وعلى مود تكون كلش سريع لازم تكون انه انت توصل الديستنيشن اللي انت تريدها، تحتاج توصل للمكان اللي تحتاجه بسرعة كلش عالية. فحتى مثلا الخمسة ملي سكندز والعشرة ملي سكندز حتفرق عنك. واكو حل لهذا الشيء انه هو الكونتنت ديليفري نتورك اللي هو CDN. فانه انت بدال ما اللي هو انه انت باقي بمكانك وتسوي ريكوست لفد مكان معين، مثلا خلينا نقول نيويورك. فانت بدال ما تسوي الريكوست مالتك يطلع لنيويورك، السيرفر المحطوط هناك راح يجي ينحط بمكان اقرب الك كمستخدم. مثلا ينحط بدولة مجاورة او ينحط بنفس الدولة مالتك. راح ينحط الملفات اللي انت تريد تطلبها داخل هذا السيرفر الجديد، وراح تقدر انت تسوي له ريكوست، وراح تقدر انه انت توصل له اسرع مما انه انت تروح تسوي ريكوست للاوريجن سيرفر مالتهم.